لا تهنيني بعيدا ليس عيدي، لست قسيسا ولا جدي يهودي، رأس عامي غرة الشهر المحرم، به أذلفت عامي الجديد. أيها الأحباب الكرام، فخر العرب محمد صلاح، والغلط أن تقول فخر العرب. الكابتن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وكابتن المنتخب المصري، عمل شيئا غلط جدا لا يجوز شرعا. ماذا عمل؟ أنزل صورة في الانستغرام هو وعائلته، الزوجة والأبناء، وخلفهم هذه شجرة الكريسماس التي فيها اللفظة هذه الشركية، لفظة الكريسماس على ما أعتقد، على ما أذكر. فهذا غلط لأنه هو قدوة، فحبينا أن ننبه لا تقتدوا بهذا الشخص الكابتن، نسأل الله أن يهديه، الكابتن محمد صلاح. هذا أولا. ثانيا، هناك فتوى لشيخي الوالد العلامة الرباني عبد الرحمن البراك، الذي أتشرف دائما وأكثر من 2 أو 3 سنوات وأنا أتشرف عبر الانترنت أكون تلميذ له وابن له. هناك له فتوى، لكن قبل أن أقول لكم محتوى فتوى شيخنا ووالدنا البراك، هناك فتوتان خرجت من مصر الكنانة لشيخ من مشايخ الأزهر وهو دكتور، نسأل الله أن يهديه. لا تأخذوا عنه الفتوى، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا يشتهر أكثر وأكثر. أجاز التهنئة بهذه الأعياد الكفرية، ما يجوز أن تتبعوا هذا الشيخ أو الدكتور، لا تأخذوا عنه الفتوى. وكذلك هناك شيخ في بلاد الحرمين دكتور وهو مشهور، لا تأخذوا عنه الفتوى، قد أجاز، وقد سمعت أنه أجاز أن تعايد هؤلاء النصارى، فما يجوز أن تأخذ من فتوى صاحب مصر أو صاحب السعودية، نسأل الله أن يهديهما. خذ فتوى هذا العالم الرباني شيخنا الوالد الذي قوي جدا في العقيدة. يقول عندما سألوه في سؤال الفجر قبل يومين، قال لا يجوز شرعا بهذه الفتوى الذي أفتى بها شيخنا أن تهنئ اليهود والنصارى أو النصارى في عيد الكريسماس القادم. هذا هو العالم الرباني. وقال شيخنا هذه لأنك تقره على دينه الباطل، على هذا الدين الباطل الذي يقول إن الله ثلاثة وعيسى كذلك ابن الله، وهذا شرك بالله أكبر. هذه محتوى الفتوى أو كما قال. طبعا هناك شخص في عدن